السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الآية كروشيه. معاكم آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض باترون لنجمة بالكروشيه. باترون سهل خالص ومش هياخد معانا كمان وقت ولا خيط، ببواقي خيوط عندك تقدري تنفذيه معانا. جهزوا أدواتكم وتابعوني ويلا نبدأ. هنبدأ مع بعض بعمل الدايرة السحرية. زي ما احنا شايفين كده في الباترون في دايرة فاضية. الدايرة دي الفاضية دي هو بيقصد بيها بالدايرة السحرية. هنبدأ نعملها مع بعض بالشكل ده كده. تمام، انا كده عملت الدايرة السحرية بتاعتي. عندي 3 سلاسل ارتفاع، وهما السلسلة بيرمز بيها بالشكل البيضاوي زي ما احنا شايفين كده في الباترون. هبدأ ان انا ارتفعهم 1 2 3. بعد ال3 سلاسل ارتفاع انا عندي حرف التي كابيتال وجواه شرطة، فالرمز ده معناه ان انا هعمل عمود بلفة. تمام، هو عندي ظاهر عندي ان احنا هنعمل 14 عمود بلفة. يبقى انا هلف لفة على الابرة بتاعتي وهدخل جوه الحلقة وهعمل عمود بلفة. هطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. ادي اول عمود، تاني عمود، ادي تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، سادس عمود، سابع عمود عندي، 8 9 10 11 11 12 13 واخر عمود عندي وهو رقم 14. بالشكل ده كده هبدأ ان انا اسحب الخيط بتاعي بتاع الدايرة السحرية وهضيق الدايرة بالشكل ده كده. تمام كده الدايرة خلاص اتضيقت عندي. ظاهر عندي في الباترون كمان ان انا اللي هي النقطة السوداء دي، فدي معناها ان احنا هنعمل منزلقة. هنعمل منزلقة فين بالظبط؟ هنعمل منزلقة في تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع. دي سلاسل الارتفاع بتاعتي، ادي 1 2 3، هي دي سلسلة ارتفاع بتاعتي. هبدأ ان انا ادخل بالابرة بتاعتي كده وهسحب خيط وهعمل منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده ظاهر عندي ايه؟ ظاهر عندي ان انا هرتفع ب6 سلاسل زي ما احنا شايفين في الباترون. وزي ما احنا قلنا السلاسل بيرمز بيها بالدايرة الفاضية البيضاوية. يبقى هرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وبعد كده ظاهر عندي ان انا هسيب اول سلسلتين عندي. تمام، وهشتغل في رقم 3 هعمل فيها حشو زي ما احنا شايفين برضو في الباترون. غرزة الحشو بيرمز بيها بعلامة الاكس او علامة الزائد. يبقى هدخل في تالت غرزة عندي على طول وهعمل حشو. بعد الحشو عندي ايه؟ بعد الحشو عندي حرف التي كابيتال ومش جواه اي شرط خالص، فالرمز ده معناه ان احنا هنعمل نص عمود. هلف لفة على الابرة بتاعتي وهدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وهعمل نص عمود. هطلع من ال3 حلقات كلهم اللي على الابرة. تمام بالشكل ده كده. تمام، ظاهر عندي في الباترون ايه؟ حرف التي كابيتال وجواه شرطة، فمعنى كده ان انا هعمل عمود بلفة. هلف لفة على الابرة وهدخل جوه الغرزة اللي بعديها على طول. هطلع من حلقتين وبعدين من حلقتين. يبقى عندي غرزة من ال6 غرز، احنا سيبنا 2 وبنشتغل فيه 4 غرز. والغرزة اللي عندي دي زي ما هو ظاهر في الباترون ان احنا هنعملها عمود بلفتين. هلف لفة على الابرة والف لفة على الابرة كمان وهدخل جوه الغرزة بتاعتي وهطلع من حلقتين وبعد كده هطلع من حلقتين وبعدين من حلقتين بالشكل ده كده. بعد كده ظاهر عندي ان انا هسيب اول غرزة وتاني غرزة عندي، اول غرزة وتاني غرزة وتالت غرزة عندي هدخل فيها وهعمل منزلقة بالشكل ده كده. تمام، منزلقة برضو زي ما احنا اتفقنا وهي النقطة السوداء. بعديها برضو هرتفع ب6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هسيب اول 2 وهشتغل في بقية ال6 سلاسل وهم 4 سلاسل. هدخل في تالت سلسلة عندي وهعمل فيها حشو. رابع سلسلة هدخل فيها وهعمل نص عمود.
خامس سلسلة هدخل فيها وهعمل عمود، وسادس سلسلة هعمل فيها عمود بلفتين بالشكل ده كده. وهقفل فين؟ هنسيب غرزتين، ادي 1 2، وفي تالت غرزة عندي هقفل بيه منزلقة بالشكل ده كده. وهرتفع ب6 سلاسل برضو، 2 3 4 5 6. هنسيب برضو اول 2 وهنشتغل في تالت غرزة حشو، رابع غرزة نص عمود، خامس غرزة عمود بلفة، وسادس غرزة عمود بلفتين بالشكل ده كده. تمام. هنعد 1 2، وفي تالت غرزة عندي هقفل بيه منزلقة. تمام. بعديها هرتفع ب6 سلاسل، 2 3 4 5 6. هسيب اول 2 وهدخل في تالت واحدة وهعمل حشو، رابع واحدة وهعمل فيها نص عمود، وخامس غرزة وهعمل فيها عمود بلفة، وسادس غرزة وهعمل فيها عمود بلفتين بالشكل ده كده. هسيب 1 2، وفي تالت غرزة عندي هقفل بمنزلقة. تمام. هرتفع ب6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهكرر نفس اللي عملته في الادوار اللي فاتت. هسيب غرزتين، تالت غرزة هعمل فيها حشو، رابع غرزة وهعمل فيها نص عمود، خامس غرزة وهعمل فيها عمود بلفة، وسادس غرزة وهعمل فيها عمود بلفتين. بالشكل ده كده. دلوقتي هسيب غرزتين وهقفل في اول غرزة عندي انا ارتفعت بيها بالسلاسل. تمام. بالشكل ده كده، الغرزة اللي انا عملت فيها المنزلقة. تمام. بالشكل ده كده هدخل وهسحب خيط وهطلع من الغرزة اللي معايا بمنزلقة بالشكل ده كده. بقيت معايا هرتفع بسلسلة وهقص الشغل بتاعي، هقص الخيط، وبقيت معايا بالشكل ده. هنضف الخيوط دي بإبرة التنظيف وهرجع لكم نشوف الشكل النهائي للنجمة بتاعتنا. ورجعت لكم تاني بعد ما نضفت الخيوط وبقت معايا بالشكل ده. تمام. زي ما احنا شايفين كده. ممكن نركب ليها هنا خيط او ميدالية ونستخدمها كأنها ميدالية، او ممكن نخيطها في الشغل بتاعنا لكوفية للبيبي او لأي طقم للبيبي. ممكن نستخدمها بكذا استخدام. وكمان حابة اوريكم ان انا اشتغلت برضو بنفس الباترون بس بإبرة مقاس اكبر درجة واحدة. النجمة دي انا اشتغلتها بمقاس ابرة 3.5 مليمتر، نفس الباترون برضو بس وبنفس الخيط وبإبرة مقاس 4.5 مليمتر، وطلعت معايا الشكل ده. هي اكبر شوية منها زي ما احنا شايفين كده. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك للفيديو وشير، وتسيبوا لي تحت الفيديو اقتراحاتكم واستفساراتكم هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.